بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنحكي معجزة جميلة جدا الست العذراء مريم عملتها، لدرجة أنه ممرضة غير مسيحية مسلمة شافت العذراء وقعدت تصرخ زي ما نشوف هنتعمل ايه دلوقتي في المعجزة، وشافت ايه بنفسها بتحكي. المعجزة دي حصلت فعلا حقيقي، وشاهد عليها أبونا إبراهيم عبده، لأنه دخل في وسط أحداث المعجزة وهو بنفسه اللي حكاها، وقال إن العذراء مش بتسيب حد، ومعجزة جميلة جدا زي ما هنشوفه مع بعض. لكن في البداية لو بتتفرجوا علينا لأول مرة ولسه ما اشتركتوش، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان دايما يوصل لكم إشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها قناة. ولو طبعا معجزة النهاردة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لها لايك عشان توصل لأكبر عدد ياخد بركة أمنا العذراء ويانا. طبعا معظمنا عارف أبونا إبراهيم عبده، وبيعمل وعظاته وبتتعرض على القنوات يعني وكده. ففي الوعظات ديت بيجيله ناس كتير تطلب منه صلاة، تطلب منه إرشاد، وده اللي حصل في المعجزة يعني. فأبونا إبراهيم عبده بيقول في معجزة عايز أحكيها لكم العذراء مريم عملتها، إن قومت واحدة من الموت بعد ما كانت ميتة إكلينيكيا. فطبعا كل الناس بتحب تسمع المعجزات ديت من أبونا. فقال أبونا إبراهيم عبده الكلام ده على لسانه، إنه كان في بنت جالها مرض خطير جدا، وأهلها لفوا على الدكاترة وأجمعوا كلهم إنه لازم تتحجز في مستشفى. فهم يعني حجزوها في مستشفى خاصة علشان بيقولوا إن الحالة بتتدهور خالص. فقالوا طب ما نرموش بنتنا في مستشفى عام، احنا نودوها مستشفى خاص. وفعلا ده اللي حصل، راحوا بيها المستشفى وهناك اتحجزت، وبدأوا يعلقوا لها الأجهزة اللي بيعلقوها والكلام ده كله. يعدي يوم 2 3 أسبوع، ايه الحالة عاملة ايه؟ قالوا لهم صراحة الحالة بتتدهور خالص، لدرجة ان البنت بيقولوا وصلت للموت. الدكاترة قالوا لهم بصوا بقى، هي تعتبر بنتكم كده عايشة على الأجهزة فقط لا غير. فاجتمع الدكاترة مع بعض وقالوا بعدين في الحالة ديت حالة غريبة جدا مش بتتحسن خالص، وكل اللي بنعملوه ان احنا بس الأجهزة بنحطها لها وخلاص، وواثقين وعارفين انه الأجهزة دي لو اتشالت البنت ديت هتموت. فالدكاترة ديت كانت عندها شوية ضمير يعني. في دكاترة تانية تقولك اهي مصاريف في المستشفى وخلاص ما نقولوش حاجة، لكن مجموعة الدكاترة دول اتجمعوا كده مع بعض وقالوا بصوا بقى احنا عشان نخلي المسؤولية من علينا، لانها كلها يعني وقت قليل والبنت دي كده كده ميتة يعني. فاحنا هنتصل بأهلها ونقول لهم الحقيقة كلها، نقول لهم ان البنت ديت بنتكم ميتة اكلينيكيا ويدوبك عايشة على الأجهزة، يعني احنا لو شلنا بس الأجهزة كده مش هيعدي عليها 5 ثواني وهتكون انتقلت يعني. فعشان نبقى خلينا مسؤوليتنا أمام الله وضميرنا يكون مرتاح، بدل ما استنزاف الفلوس اللي بنستنزفها المستشفى، هنقوله اللي علينا وخلاص. فاستحسن الرأي ده عند كل الدكاترة وقالوا خلاص احنا هنعمل كده، وما نعرفش إدارة المستشفى، لكن احنا بينا وبين الناس يعني ديت أهل المريضة نعرفوهم وخلاص، عشان حرام كل الفلوس اللي بتدفع ديت وعلى الفاضي يعني، ياريتها بتجيب نتيجة. فقالوا خلاص. تاني يوم الصبح اتصلوا الدكاترة بأهل البنت ديت، قالوا لهم تعالوا عشان عايزينكوا ضروري. فراحوا بسرعة المستشفى متوقعين يا إما الحالة اتحسنت يا إما التدهور زاد لحد درجة الموت، ما هم حاطين قدامهم الحاجتين دولت بس. وطبعا كانوا بيصلوا كتير جدا لربنا، يا رب تمجد، يا رب اعمل حاجة كده يعني. وفعلا الأهل لما وصلوا
واتكلموا مع الدكاترة. فالدكاترة بدأوا يقولوا لهم صراحة احنا هنقول لكم الحقيقة، يعني عشان نخلص ضميرنا امام الله، وعلشان طبعا تكاليف المستشفى غالية جدا واليوم بيتكلف الوفات، فاحنا هنقول لكم الحقيقة. يعني خير يا دكتور، في ايه؟ بنتنا ايه مالها؟ قال لهم صراحة بنتكم ميتة اكلينيكيا، يعني عايشة على الاجهزة، والاجهزة دي لو اتشالت بنتكم مفيش لحظات وهتلاقوها ماتت. فيعني انتوا اختاروا اللي انتوا عايزين. والأجل ان هم يعرفوهم الموضوع كله يعني على بعضه، قالوا لهم صراحة احنا لو شلنا الأجهزة منها انتوا هتاخدوها تشيلوها من هنا وتدفنوها على طول. يعني احنا قلنا لكم الكلام واضح خالص، وشوفوا انتوا عايزين ايه بقى. فرد الاهل وقالوا له طب ادينا فرصة لحد بكرة نتشاوروا مع بعض، الموضوع صعب قوي. هم بيخيروهم بان هم يموتوا بنتهم بطريقة اسرع، او يعني يرحموها بان هي تموت على طول يعني. فالموضوع كان صعب جدا ياخدوا القرار. فقالوا لهم خلاص سيبونا بس بكرة نفكر وربنا يرشدنا للصالح. روحوا البيت طبعا منهارين جدا وعمالين يعيطوا، معقول يا رب انت سايب حتى القرار الصعب ده ان احنا ناخده لوحدنا؟ طب يا رب اعمل حاجة. وقعدوا يصارعوا مع ربنا، ازاي يا رب ناخدوا قرار زي كده؟ ازاي نقول لهم طيب موافقين فبنتنا تموت؟ طب احنا بنقولوا لك اشفيها تقوم تخليك قرار ان احنا يعني نسيبوها تموت كده؟ فطبعا كانوا منهارين جدا. لكن في واحدة من قرايبهم قالت انا عندي حل. قالوا لها ايه هو؟ قالت انا هروح لابونا ابراهيم عبده، هو راجل بركة وبيتكلم مع ربنا والعذراء بترشده دايما وكده، فانا هطلب منه واحكي له الموضوع، هو يقول لي يعني نعمل ايه عشان نبقى خدنا القرار الصح مادام احنا محتارين قوي كده. قالوا لها ماشي. فقريبتها ديت راحت لابونا ابراهيم عبده فعلا واتقابلت معاه، وقالت له يا ابونا في موضوع مهم جدا عايزه احكي لك عنه. قال لها اتفضلي يا بنتي خير في ايه؟ قالت له انه في واحده قريبتها مريضه، حكيت له بقى الموضوع كله، وان هم واقفين على اتخاذ قرار منهم هم، يا اما يشيلوا الاجهزه وطبعا هتموت، الدكاتره قالتها كده علني هتاخدوها تدفنوها على طول، يا اما هتفضل على الاجهزه. وطبعا بيستنزفوا منهم فلوس كتير جدا، تكاليف المستشفى خاصه فعاليه قوي. فانت ايه رأي قدسك؟ يعني نعمل ايه؟ نختار ايه؟ لاننا محتارين مش عارفين ناخد قرار. قال لها بنتي انا هصلي واطلب من العذراء ترشدني، واللي هتقوله لي العذراء انا هقوله لكم على طول. قالت له ماشي يا ابونا واحنا منتظرين رد قدسك يعني على طول، لانهم قلنا لهم بكره هنرد عليهم. قال لها حاضر يا بنتي ان شاء الله باذن يسوع. ومشيت من عنده. ابونا ابراهيم صلى للست العذراء وحكى الموضوع للعذراء وقعد يصلي كتير جدا، وطبعا البيت كله كان بيصلي للست العذراء، ولا يا عذراء انت حنينه وامه حاسه بيا، انت يا عذراء حاسه بقلب الامومه، وانت جربتي مع ابنك الالم، فعشان خاطري يا عذراء اتشفعنا عند ربنا يسوع المسيح يشفي بنتي. وقعدوا كل اللي يعرف حكاية البنت دي يطلب من العذراء ان هي تشفيها، لدرجة ان الكنيسة بأكملها كانت بتصلي وتطلب من العذراء ان هي تشفي البنت ديت، لانه خلاص تاني يوم لازم ياخدوا القرار. فحصل العجب في الليلة ديت. في نفس الليلة كانت واحدة من الممرضات وهي غير مسيحية قاعدة على السرير، جنب السرير كده، عشان طبعا بتراقب الأجهزة، لأنه أكيد في العناية أي وقت لازم يكون في مراقبة وكده، وفي نفس الوقت ممكن في أي لحظة حد من على الأجهزة ده يموت، فلازم يكون في حد عشان يعرف الدكاترة. فكانت الممرضة ديت قاعدة بتراقب يعني الأجهزة وكده. فمرة واحدة لقت واحدة كده سيدة بتقول، هي الممرضة اللي بتحكي يعني، بتقول واحدة سيدة جميلة جدا تشبه العذراء مريم بتاعتكو كتير قوي، شكلها زيها بالظبط. فردت الممرضة واتكلمت مع الست دي وقالت لها انتي دخلتي هنا ازاي؟ وبعدين عايزة اقولك على حاجة، انتي شبه الست العذراء قوي. فردت عليها الست ديت وقالت لها انا هي العذراء.
طبعا يعني كان حاجة بالنسبة للممرضة دي، عارفة ان العذراء دي ميتة من سنين السنين. فطبعا الممرضة اتفاجئت وقعدت تهلل وفرحانة جدا. طب بتقول منظر الست العذراء مريم كانت جميلة جدا، وحوالين منها زي نور بسيط خالص كده. وقربت من البنت اللي هي التعبانة بتاعتكو ديت، وقالت لها قومي يا بنتي، ناس كتير جدا قعدوا يصلوا ويطلبوا مني ان اتشفع ليكي قدام ابني علشان يرجعك تاني للحياة، وهم اللي بعتوني ليكي. فقومي ابني امر انك انت ترجعي تاني للحياة. وفعلا البنت دي فاقت وبقت زي الفل. عقبال ما الصبح جه كانت البنت ولا كأن فيها اي حاجة. وجم الدكاترة الصبح علشان يشوفوا حالة البنت، وطبعا متوقعين انه خلاص يعني اهلها هيقولوا شيلوا الاجهزة. لقوا البنت سليمة تماما وما فيهاش اي حاجة، وشالوا بسرعة الاجهزة عنها. البنت بعد ما شالوا الاجهزة حالتها زي الفل، اللي كانوا متوقعين ان هي هتموت يعني. فاتصلوا بسرعة باهلها وقالوا لهم تعالوا بسرعة عايزينكم. فراحوا بسرعة الاهل وهم متوقعين ان هم هيقولوا لهم دي ماتت وخدوها يلا ادفنوها. لكن رد الاطباء كان عكس كده تماما، وقالوا لهم انه في معجزة عظيمة وهم غير مسيحيين حصلت لبنتكم، وبنتكم شفيت تماما، وكانت الممرضة قاعدة معاها وتشهد على اللي حصل واللي شافته، وهتحكي لكم ايه اللي حصل مع بنتكم. وفعلا جت الممرضة وقعدت تحكي انه كانت ستنا مريم هنا وهي اللي شافت بنتكم، وقالت لها قومي، ناس كتير قالت لي اني اصلي من اجلك وانا جيت علشانك، وابني امر انك انت ترجعي تاني للحياة. فطبعا كان فرح عظيم جدا للاسرة ديت، وفرح عظيم جدا للكنيسة بتاعتها اللي كلها كانت بتصلي. وفرحوا لما عرفوا ان العذراء جت بنفسها وسمعت لصلواتهم وشافت البنت، وراحوا حكوا كمان لابونا ابراهيم عبده، كان مبسوط جدا وفرحان. وقالها كمان في الاجتماع بتاعه عشان تعرفوا قد ايه ان العذراء حنينة بتسمع للصلوات، وشفاعتها كمان قوية ومستجابة عند ربنا يسوع المسيح. بركة أمنا العذراء تكون معاكم وتفرح قلوبكم، ودايما العذراء تشفع لينا أمام ربنا يسوع المسيح. واذكروني دايما في صلواتكم. لو عجبتكم فعلا معجزة النهاردة اللي حكاها أبونا إبراهيم عبده، حبيت إن أنا أشارككم بيها وناخدوا بركة أمنا العذراء سوا. فلو عجبتكم ولمستكم روحيا ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير، الكل ياخد معانا بركة. واكتبوا لي آرائكم في الكومنتات، ولو في حد حصلت معاه معجزة اكتبوها في الكومنتات وانا بقراها باخد بركة منها. ربنا يفرح قلوبكم، واشوفكم باذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة